كم مرة ما عملتيش الوصفة بسببه؟ حلى الحطب مع حليب مكثف محلى بطريقة ناجحة واقتصادية من أول مرة. هعلمك تعملي حلو والولاد تتخانق عليه من كتر حلاوته، مع حليب بطريقة سهلة واقتصادية وحلوة قوي، هينفعك في وصفات كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأول أنا عندي نص كوباية من اللبن البودرة، ونص كوباية من السكر البودرة، ومعلقة كبيرة من السمنة البلدي. اختاروا السمنة يكون نوعها حلو وريحتها حلوة علشان تديكم نتيجة كويسة. عندي ربع كوباية من المية السخنة، وفي الخلاط او بالهاند بلندر او حتى على ايديكم، ولكن هتضربوا لفترة اطول. هنخلط الكلام ده كله كويس قوي مع بعض، ويكون جاهز معانا احلى حليب مكثف محل زي الجاهز بالظبط، وبطريقة سهلة وسريعة، وهينفعكم في وصفات كتير قوي. في الاول بيكون قوامه خفيف شوية، ولما بيقعد في التلاجة ساعة او اتنين القوام بتاعه بيكون مظبوط وناجح جدا من اول مرة. احتفظوا بيه في علبة مقفولة وهينفعكم كتير. علشان نعمل حلى الحطب هنحتاج لربع كوبايه من نص كوبايه من اللبن البودره. في طاسه على النار هنبدا ان احنا كده نحمص الحليب بتاعنا، ولما ياخد لون قبل اللي احنا عايزينه بشويه هنطفي النار. عندي هنا 300 جرام من البسكوت، فرمتهم ناعم قوي في الكبه، ونزلت بالحليب البودره والبسكوت بتاعي اللي هو هنا لسه خشن شويه لان لسه هديله فرمه تانية. حطيت على الكلام ده كله معلقه من زبده الفول السوداني ومعلقتين من القشطه، وبدأت ان انا اعجن كده والم بالحليب المكثف المحلى. يعني على قد ما ايديكم تحتاج. انواع البسكوت بتفرق في السوائل اللي بتكون فيها ونسبها. يعني هننزل معلقة لاتنين، انا هنا تقريبا احتاجت 5 معالق كبار من الحليب المكثف المحلى. حطيت معلقة زبدة الفول السوداني، عايزة اقول لكم ادت طعم حلو قوي، وطلعت حلوة جدا وساعدت معايا في العجن، وتقدروا تستبدلوها بنوتيلا او حاجة، لان طعم الحليب لوحده بس هيبقى دسم شوية ومش هتفضلوه. فمعلقة الفول السوداني او زبدة الفول السوداني مع الحليب المكثف المحلى مع القشطة هيديكم نتيجة حلوة قوي. بدأت كده بعد ما العجينة بتاعتي اتلمت ان انا اعملها رولات طويلة كده والفها. في الوقت ده انا كنت بسيح 100 جرام من الشوكولاتة عليها معلقة كبيرة من الزيت، على حمام مائي او في الميكرويف مثلا تحطوهم، المتوفر عندكم اعملوه. وما تنسوش بقى ان انتوا لو وصلتوا لحد هنا تعملوا لايك وشير كتير، وتسوي لي كومنت لطيف زيكم علشان دعمكم بيفرق كتير. فردت كل الاجزاء بتاعتي، ومش هدخلها التلاجة ولا اي حاجة زي الناس ما بتعمل، لا، احنا على طول هندوب الشوكولاتة بتاعتنا بعد ما كانت دابت، وهنبدأ ان احنا بفرشة بقى كده علشان نعمل شكل الحطب كده او الزجزاج بتاع الحطب. هنبدأ نوزع الشوكولاتة بتاعتنا. بعد ما نوزع الشوكولاتة هندخلها بقى التلاجة نص ساعة، ساعة، ساعتين، كل ما تسيبوها بيكون أفضل لأن الأطعم بتتداخل فبتاخدوا نتيجة أحسن. هنقطعها بقى بعد ما تخرج من التلاجة، وعايزة أقول لكم معلقة الزيت الكبيرة اللي احنا حطيناها مع الشوكولاتة مش هتخليها تحجر معاكم ولا أي حاجة. بسكينة حامية وقطعوها، وما تنسوش تجربوا الوصفة، وهستنى رأيكم ودعمكم، ولايك وشير كتير قوي للفيديو يا حلوين. أصحى هنا.